السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أسطورة ريال مدريد والمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان يفاجئ النادي الأهلي بعد الفوز على مونتير المكسيكي ويهاجم الفيفا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد الفوز التاريخي للنادي الأهلي على مونتير المكسيكي بهدف نظيف سجله محمد هاني، وبعد هذا الفوز تفاعل أسطورة كرة القدم العالمية زين الدين زيدان بفوز الأهلي على مونتير المكسيكي، وأدلى بتصريحات لشبكة سكاي سبورت وقال: أنا أعلم الكثير عن النادي الأهلي، فقابلت النادي الأهلي من قبل في عام 2001 وكانت مباراة ودية بين النادي الأهلي وريال مدريد، وقد تغلبوا علينا في هذه المباراة، فهذا النادي يلقب بنادي القرن في إفريقيا، وأنا أعتبر هذا النادي بمثابة ريال مدريد في إفريقيا لأنه منظومة احترافية بوجهة عالمية. ولكن عندما نشاهد هذا النادي يفوز على مونتير المكسيكي وهو يلعب بالفريق الثاني، ونعلم جميعا أن لاعبي النادي الأهلي يلعبون مع المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، فهذا أمر لا يصدق أن يفوزوا على الفريق المكسيكي، هذا الفريق القوي جدا الذي يضم عناصر متميزة ويضم أيضا لاعبين يلعبون في المنتخب المكسيكي والأرجنتيني، فهذا جنون كرة القدم، وعلى الجميع أن يتعلم من النادي الأهلي، فعندما يلعب تحت أي ظرف لا يلعب إلا على الفوز فقط مثل ما شاهدناه أمام مونتير المكسيكي. وأعتقد أن المباراة القادمة أمام بالميراس البرازيلي ستكون أيضا مباراة مثيرة، وأعتقد أن الأهلي قادر على الإطاحة ببالميراس البرازيلي مثل ما فعل العام الماضي، ومن الممكن أن يصنع المفاجأة في هذه البطولة ويفوز بها. ولكن على الفيفا احترام القارة الإفريقية، وأتعجب أن هذه البطولة تقام في نفس موعد بطولة الأمم الإفريقية، فهذا افتراء على القارة الإفريقية بأكملها. وأعتقد أن إقامة هذه البطولة في هذا التوقيت فيه قلة احترام للقارة الإفريقية، ويجب أن تحترموا هذه القارة التي تمتلئ بلاعبي كرة القدم في الأندية العالمية. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.